بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحكي لكم يا جماعة قصة جميلة جدا عن واحد منوفي، عشان تعرفوا يا جماعة إن المنايفة فراعنة ناصحين عالم نصحى زي الدم، وفراعنة فعلا المنايفة فراعنة. على فكرة أنا منوفي، وأحكي لكم قصة واحد منوفي قدر يضحك على ناس حرامية. القصة دي بدأت يا جماعة لما كان واحد منوفي قطع تذكرة وراح يركب طيارة، وركب قاعد في الكرسي زي ما حضراتكم شايفين كده جنب واحدة جميلة جدا. وبعدين بعد ما ركب جنبها يا جماعة، واحدة جت كده قاعد جنبه كده، وبعدين قالت له بالراحة طلع الفلوس اللي معاك كلها والحاجة اللي معاك والموبايل وكل حاجة، أحسن أقول إن أنت كنت عايز تحرش بيا. فالمنوفي طبعا ما نضحكش عليه بسهولة، المنوفي ناصح طبعا، أنصح ناس المنايفة. طبعا المنوفي عمل نفسه إن هو ما بيسمعش، فشرع على ودانه وعمل نفسه ما بيسمعش. قال لها أنا يعني عمل نفسه إن هو ما بيسمعش. فقال لها طبعا إيه، طبعا يا جماعة هي عايزة تسرقه، بس تتبلى عليه وتقول إنه بيتحرش بيه مش يسرقه. فهو طلع ناصح. المنوفي طبعا طول عمره ناصح. يعمل إيه؟ شاور على ودانه وقال لها أنا ما بسمعش، يعني عرفها إنه ما بيسمعش. قال لها اكتبي لي في ورقة اللي أنت عايز تقوليه. طبعا هي مغفلة من غير ما تاخد بالها، راح مطلعه الكشكول بتاعها الخاص بيها وراحت كاتباله في الكشكول انت لو ما ادتنيش كل اللي معاك انا هتبلى عليك واقول انك بتحرش بيه قدام الشرطة في الطيارة، واعمل لك مصيبة واعمل لك مشكلة جامدة. وراح كاتبه الكلام ده كله في ورقة. وطبعا الكلام ده كله كتبته في الكشكول الخاص بتاعها، وراحت مدياله الورقة بالكشكول علشان يقرا اللي فيه. أول مرة اللي فيه طبعا راح بص له وراح ضاحك وقال له أنا بتكلم وكل حاجة وبسمع كل حاجة، بس أنا عملت كده علشان تعرفي إن المنايفة ناصحين ما بضحكش عليهم. طبعا أنا معايا الورقة ديت وهوديك في 60 داهية لو حاولت تقولي إن كنت بتحرش بيكي. ليه؟ اعتراف بخط إيدك إن أنت كنت عايزاني اديك كل اللي معايا وتسرقيني وتنصب عليه عشان تقولي ان انا كنت بتحرش بيك. بس الورقه اللي معايا يلا قوم من قدامي عشان ما سلمكيش للشرطه بالورقه دي. وسابته ومشيت وخد منها الكشكول بتاعها كمان. يعني هو المنوفي ضحك عليها وخد منها الكشكول بتاعها كمان. ده عشان تعرفوا يا جماعه ان المنايفه ناصحين وما بنضحكش عليهم. طبعا القصه دي جميله يا جماعه، يا ريت اللي استمتع بالقصه يعمل اشتراك في القناة ويعمل لايك ويفعل الجرس لو عشان يوصلك كل جديد. وطبعا في انتظار يا جماعة قصص تانية ان شاء الله، قصص اخرى ان شاء الله نقول لكم عليها برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سريات محمد نشار.